ليه الحكومة ما تطبعش فلوس كتير ويبقى كلنا معانا فلوس؟ تعالي أفهمك ليه وركز معايا كويس. ناس كتير مش فاهمة إن قيمة الفلوس جاية من شغل الناس، من الإنتاج، من اللي بيتعب وبيزرع ويصنع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجنيه اللي في جيبك قيمته مش من الورقة، قيمته جاية من الجهد اللي اتبذل وراه علشان الاقتصاد يمشي. يعني لو الدولة قررت تطبع أكتر من غير ما يكون في إنتاج، يبقى إحنا كده بنزود الأرقام مش القيمة. لو ده حصل، الناس هتلاقي الأسعار بتغلى كل يوم، واللي كان بيشتري كيس سكر ب10 جنيه هيبقى ب15 جنيه أو ب20. الناس هتبدأ تخاف فتشتري أكتر وتخزن أكتر، والتجار هيخبوا البضاعة والناس هتوقف البيع، والسوق ساعتها هيتحول لساحة فوضى. طيب، عارف إيه اللي حصل في لبنان؟ الليرة فقدت أكتر من 90% من قيمتها. الناس معاها ملايين بس مش عارفين يشتروا بيها لحمة. عارفين فنزويلا؟ الناس هناك بتستخدم الفلوس كورق تغليف، لأن الورق بقى أرخص من الأكل. يعني أنت شايف الفكرة بسيطة، ما نطبع وخلاص. طيب قولي، لو كل الناس معاها فلوس كتير بس مفيش عيش، مفيش لبن، مفيش دكتور، مفيش بنزين، هتعمل إيه وقتها بالفلوس؟ الموضوع مش بس طباعة، الموضوع منظومة كاملة ماشية بتوازن حساس. أول ما التوازن ده يتلخبط، الدولة كلها تدخل في كارثة. الناس بتفتكر إن الفلوس هي الحل، بس الحقيقة الفلوس مجرد وسيلة. الحل الحقيقي هو الإنتاج. إنتاج أكل، دواء، ملابس، كهرباء، خدمات. لأن ببساطة كل ما الطلب يزيد والعرض يقل، السعر أكيد هيزيد. يعني لو معانا فلوس كتير بس عدد العيش قليل، يبقى العيش هيغلى. بس لو عندنا إنتاج زيادة، حتى لو الفلوس كتير، الأسعار هتفضل متوازنة. مش كده برضو ولا إيه؟ طيب هو إزاي البنك المركزي بيوازن ده فعلياً؟ أنا هقولك يا سيدي، البنك المركزي في أي بلد بيحسب بدقة قد إيه يضخ فلوس في السوق، لأن لازم الفلوس اللي في إيد الناس توازي الإنتاج اللي موجود، وأي لعب في المعادلة دي بيتسبب في تضخم وكمان فوضى اقتصادية. الناس بتشوف إن طباعة الفلوس سهلة، بس الحقيقة الطباعة دي لازم يقابلها ذهب، عملة أجنبية، إنتاج محلي. لو ما قابلهاش ده، الفلوس تبقى رقم على ورق، وساعتها يحصل حاجة اسمها تضخم مفرط، يعني الأسعار هتزيد كل يوم وكل ساعة. دي حصلت في زيمبابوي، في فنزويلا، في ألمانيا بعد الحرب. بص بقى على دول زي اليابان، ألمانيا، سنغافورة. هم ما طبعوش فلوس، هم اشتغلوا وخططوا وأنتجوا فبقوا أقوياء. الفلوس هناك ليها قيمة مش بس عدد، لأن الدولة اللي عايزة شعبها يبقى غني ما تطبعش فلوس، تفتح مصانع، تستثمر في التعليم، تدعم الزراعة، تبني تكنولوجيا. فلو لسه بتسأل ليه ما نطبعش فلوس كتير، اسأل نفسك، عايز ورق ولا قيمة؟ الفرق بينهم هو اللي بيبني الدول أو بيهدها. يا رب أكون وضحت المعلومة بسهولة ويكون الفيديو عجبكم. أتمنى ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة،